تماما. لا لا، انا بتكلم على حيثيات. هترك للدكتور النجار طبعا يقول لنا رأي. نسمع دكتور النجار. يا دكتور حسام اتفضل. انا بس بتكلم على حيثيات كلام الشيخ ابو اسحاق اللي بناء عليه رفع الدكتور علي جمعه القضيه وقضيه السب والقذف. حيثيات الكلام اصلا حيثيات لماذا اعترض عليه كان بينتقده، يعني الشيخ ابو اسحاق كان بينتقده وكان بيتكلم وياتي بالنقولات المخطئه لكلام الدكتور علي جمعه وهكذا في سجال علمي وسجال اعلامي يعني متاح للجميع يعني. طيب ما هو برضو المحكمة هي اللي هتحكم ان ده سجال علمي. دكتور النجار اتفضل يا فندم. طبعا انا كنت اولا انا احييك واحيي الدكتور حسام، لكنني اعبر عن اسفي ان يصل الحوار العلمي بين مجموعة من الشباب ينتمون الى السلف كما يسمون انفسهم او كما يسميهم المجتمع، ثم ينحدر الخلاف العلمي الى هذا المستوى الذي يسيء إليهم ويسيء إلى الإسلام قبل أن يسيء إليه. حقيقة هم كما يسمون أنفسهم أهل السلف أو جماعة السلف، وهم يعلمون أن السلف يقوم على احترام التلميذ لأستاذه، باعتبار أن العلم الإسلامي يؤخذ من الخلف، من السلف للخلف، يعني ينتقل من السلف إلى الخلف. والخلف يأخذون علومهم من السلف الذين يعلونهم حتى يصلوا في أخذ العلم إلى تابع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن ربه بفكرة السلف. ولذلك تقوم الفكرة على احترام العلماء واحترام أهل العلم. يجب أن يحترم أهل العلم، وحتى يعلمون أن في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال المحققون من العلماء إن أولي الأمر هم العلماء. الحديث مع العلماء يجب أن يرتقي فوق هذا المستوى المسيء. أنا حزنت حين وجدت إحدى القنوات الفضائية تجمعهم وهم يهتفون ويصدرون أحدهم علشان يقول قصيدة شعر تبلغ مقدارها مئات الأبيات يهاجم فضيلة المفتي. وفضيلة المفتي معروف أنه عالم فاضل أصولي درس في الأزهر وهو محقق ومدقق ويستند إلى أدلة قوية. إذا كان الشيخ الحويني له أتباع وله أنصار، فالشيخ علي لم يأتي من الشارع، وإنما درس العلم عن أساتذة وعن مدارس علمية محترمة، وأخذ شهادة العالمية من هؤلاء العلماء الأماجد. وبالتالي كنت أتمنى أن يرتقي الحوار عن هذا المستوى. دكتور حسام رجل مستنير ورجل له لباقة في الكلام، أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الأسلوب في هذا الحوار الذي جرى على الفضائية من بعض حتى أحد التلاميذ الذين يعملون في جامعة الأزهر يستغل هذا التجمع. للأسف هل هذه هي أخلاق العلماء؟ يستغل هذا التجمع ويهاجم أساتذته ويقول الانتخاب وهذا يستقيل وهذا. هل وصل أمر العلماء إلى أن يفتشوا عن عورات أنفسهم وأن يترصدوا لبعضهم بعد أن قامت الثورة؟ أين كان هؤلاء التلاميذ قبل أن تقوم الثورة؟ لماذا لم يقولوا هذا الكلام قبل أن تقوم الثورة؟ وهل زادتهم الثورة برهانا علميا أو دينيا حتى يرفعوا أشرعة اللجاج على العلماء إلى هذا الحد؟ أنا الحقيقة حزين جدا جدا، وأنا أنصح هؤلاء الإخوة أن يرجعوا إلى الحق وأن يتقوا الله عز وجل في دين الله، لأن الناس ينظرون إليه وإلى سمتهم الإسلامي ويظنون أنهم على علم كبير، وكثيرون من الشباب يقلدونه. أنا أرجو أن يحسبوا تصرفاتهم حسابا دقيقا، لأنهم يقلدون من كثير من الشباب، وأنا أخشى أن يقلدهم الشباب في هذا الانفلات الذي حصل وفي هذا السباب الذي قاموا به لرجل من رجال العلم قد نختلف معه في الرأي، والخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، خاصة في المسائل الخلافية. أنا أكاد أشم من كلام الدكتور حسام أن المسألة تصفية حسابات بين الشيخ علي وبينه، ليس لأمور شخصية ولكن للأسف لخلاف في الرأي. فهل الخلاف في الرأي سيصل بنا إلى هذا الدرك؟ تصفية حسابات يعني تفسيرك يا دكتور؟ مسائل علمية سيصل بنا إلى هذا الدرك. أنا حزين 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 من هذا التصرف الشائن الذي لا يتفق مع مبادئ الإسلام ومن أناس ينتسبون إلى السلف وإلى علوم الإسلام. دكتور النجار، دكتور حسام بيقول إنه يشتم رائحة
تصفية حسابات وخلافات في الرأي. احنا بنشكر الدكتور عبد الله النجار على كلامه انه يجب ان نلتزم باداب الحوار، ونحن معه في هذا. وانا قلت انه في هذه الوقفه لم يكن هناك تعدي بالسباب او القذف على الدكتور علي جمعه، وانما كان هناك احقاقا للحق وذكر للوقائع والفتاوى والكلام الذي كان يتكلم به الدكتور علي يا دكتور حسام، انا اعرف وانك اكمل كلامي بس عشان كان هناك سباب وانا استمعت الى هذا السباب وتابعته، وكان هناك الفاظ تصل الى حد المعاقبه قانونا عليه. نسمعه يا دكتور، نسمعه دكتور نجار لو سمحت. حضرتك فاتمنى حضرتك ما تقاطعنيش، وانت استاذ كبير لنا. القضيه اذا لما حتى تعدى البعض في هذه الوقفه او على المنصه على الدكتور علي جمعه كان بيوقف وكان بيتم التنويه والتذكير ان هذه الوقفه حضاريه اسلاميه ويجب الالتزام باداب الحوار. ولكن هذا الكلام اللي الدكتور عبد الله بيتكلم به يجب ان يوجه الى الدكتور علي جمعه نفسه، ويجب ان يوجه لاتباعه وتلامذته. الدكتور علي جمعه في خطبة جمعة قريبة خرج شاب وانفعل عليه وتكلم بكلام يهاجم به الدكتور علي جمعة في خطبة جمعة. فما كان من الدكتور علي جمعة إلى أن صب جام غضبه على التيار السلفي ووصفهم بالخوارج وكلاب أهل النار، وأنهم هؤلاء يجب أن يقتلوا، وذكر فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وتقتلهم وهكذا. فكان يجب على الدكتور علي جمعة ألا يتكلم هذا الكلام، لأنه أنا من المؤمنين أن زلة اللسان بتعبر عن نوع اللسان، وأن هناك ما يعرف بسيكولوجية الهفوات. إذن أخطأ شاب وتكلم بانفعال في وسط خطبة الجمعة، فانبرى له الدكتور علي جمعة في سب وقذف لكل عموم التيار السلفي. اثنين، ان الدكتور علي جمعة، وهذه حقيقة يجب ان نذكرها يا جماعة، الدكتور علي جمعة كان مفتيا لمبارك لمدة 8 سنوات. انا لا اعرف فرقا ما بين صفوة الشريف وعلي جمعة، لا اعرف فرقا ما بين حبيب العدلي والدكتور علي جمعة، لا اعرف فرقا ما بين عمر سليمان والدكتور. لا فرق كبير يا دكتور. فرق كبير في ايه؟ لا انه دوت كان في الافتاء حبيب العدلي ولا لا يا فين؟ كان في الداخلية. معلش بقى، وأين كان شيوخ السلفيين ضد مبارك أيضا؟ لا وأين كان شيوخ السلفيين ضد مبارك؟ شوفي هذا من الإنصاف. في الحلقة يوم الاثنين ذكرت أن هناك من ينتسب إلى السلفيين وكان مفتيا لمبارك، صحيح، محمود لطفي عامر وأسامة القوسي. صحيح. إذن يجب أن نحق الحقائق يا جماعة. علي جمعة كان مفتيا، ماذا فعل عن التعذيب في السجون؟ ماذا فعل لخالد سعيد؟ ماذا فعل للسيد بلال؟ ماذا فعل لتزوير الانتخابات؟ بس حضرتك بتعمل قياس ومقارنة مستحيلة. حضرتك بتتكلم عن وزير داخلية يعني ودولة بوليسية قمعية، وكان في أمن دولة وكان في تعذيب، كان في تعذيب ليكم. إزاي تقارن بينه وبين دكتور علي جمعة؟ حرام عليك. هذا الوطن ماذا فعل لكل انتهاكات وزارة الداخلية؟ ماذا فعل لكل الانتهاكات التي كانت تصيب الإنسان المصري؟ ماذا فعل لكل هذا؟ الدكتور علي جمعة ما كان يفعل شيء. لم نرى له قضية رفع فيها اسم الإسلام عليها. هو إحنا كان في حد قضية دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم نرى له أي موقف يسرد فيه ده حضرتك، ده إحنا كنا بنقول بل اللي كان فينا بيقول صباح الخير بيلفقوا له قضيه. دكتور حسام اثناء الثوره كان يتكلم عن الثوره ويقول عن الثوار انهم يهرفون بما لا يعرفون، وذلك في مستشفى الحسين، وكان معارضا للثوره وكان يتهكم على الثوار. كل هذا موثق وكل هذا موجود. بس عايزه اقول لحضرتك القضية احنا لا يجب يعني ان نغفل. لا، ما هنقعد نقول ده عمل وده سوى. دكتور حسام اديني فرصة، اديني فرصة. السلفية اثناء الثورة كانوا ضد الثورة في البداية. نحن قلنا ان من كان ضد الثورة قلنا انه ضد الشيخ احمد فريد في اسكندرية حرم المظاهرات. طيب دكتورة هلا هسألك سؤال. دكتورة هلا هسألك ايوه نسمع. معلش يا دكتور حسام اسمع. دكتور النجار، دكتور علي جمعة كان مع الثورة ام كان ضدها؟ يعني انا جاوبي يا دكتورة هلا. نفس المنطق. ده عالم جليل. جاوبي. الدكتور علي جمعة كان مع الثورة ام ضدها؟ انا مش هدخل طرف. انا جايبه الدكتور النجار يرد على حضرتك. اتفضل دكتور النجار. يا دكتور حسام، دكتور نجار، المنطق الذي تقوله يمكن ان يرد عليك انت شخصيا وعلى التيار الذي تنتمي اليه.
أين كنتم أنتم قبل الثورة؟ كنتم لا تجرؤون على الكلام ولا تستطيعون أن تواجهوا الدكتور علي جمعة في آرائه. هذا المنطق الذي تتكلم به يمكن أن يرد عليك أنت شخصيا ويمكن أن يؤخذ عليكم. إذا كنت تقول إن الدكتور علي جمعة لم يتكلم، فأين كنتم أنتم؟ ولماذا لم تتكلموا وتجاهروا بالحق الذي أوجب الشارع عليكم أن تجاهروا به؟ ولم نفرض أن الدكتور علي جمعة قعد عن تغيير المنكر وعن المجاهرة بالحق، فأين كنتم أنتم؟ لماذا لم تقوموا بهذا الواجب نيابة عنه؟ ثم لما قامت الثورة رحتم تحاسبونه بهذا الأسلوب الذي يدل على أن المسألة خلاف لا ينتمي إلى الخلاف العلمي المجرد الذي يبتغى به الوصول إلى الحق، وإنما يبتغى به الانتصار للذات والانتصار للتيار والانتصار للجماعة. الدكتور علي جمعة مفتي مصر، وهو من العلماء المحترمين الذين نجلهم ونقدرهم ونحترم رأيهم. يعني أثناء الثورة اسمح لي دكتور نجار، وله مذهب وله نظرية في الاجتهاد وله طريقة في الاستنباط، وهو يعلم القواعد علما راسخا يمكنه من أنه إذا قال رأي فإن هذا الرأي لا يجيء من فراغ، وإنما يأتي من قواعد شرعية تستنبط منها الأحكام الشرعية، وهو درسها جيدا من خلال العالمية التي حصل عليها في علم أصول الفقه. طيب أنا عايزة بس أسأل حضرتك الحوار راقيا، وإن إحنا إذا اختلفنا يكون خلافنا لله ولا نجرح بعضنا. صحيح. أنا أعلم أن السلفيين ليس لهم غرض وليس لهم مغانم، والدكتور علي جمعة ليس له غرض وليس له مغنم، وإنما الجميع يريدون أن يصلوا إلى الحق ابتغاء وجه الله. فلماذا ينقلب هذا الأمر إلى فقر وإلى انتقام وإلى ترصد وإلى عداء، كأن كل واحد يتربص بالآخر ليقتله ولينال منه؟ أنا أرجو أن نرتقي فوق هذه الخلافات، وأن يكون الانتصار للإسلام وللحق هو رائدنا، وأن يكون النقاش غايته الإخلاص لله عز وجل. وإلا شكرا دكتور نجار. ننتسب إلى السلفية ولا ننتسب إلى العلم ونريح. أنا بس عاوز أقول اتفضل دكتور عبد الله، بس أتمنى أن حضرتك توجه كلامك للدكتور علي جمعة في سبه للإمام الدارمي، وفي سبه للإمام ابن حجر، وفي سبه للشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقول عنه في مجالسه أنه اسمه سرباز. لكن في النهاية يا دكتورة أنت كنت عاوزة تسألي الدكتور عبد الله سؤال مهم، ما موقف الدكتور علي جمعة من الثورة ومن الثوار؟ طب ما انا هقول لحضرتك، احنا سمعنا ان الشيخ دي واحده يا دكتور، الشيخ محمد حسان كان قيل انه كان بيدعو الثوار للرجوع من امام قصر العروبه، للعوده التراجع. هل هناك قيادات سلفيه جاهرت بنقد مبارك في اثناء الثوره ولا اثناء حكمه؟ صريح وواضح ومباشر. طيب احنا يا دكتور حسام، انا ارجو لا تقل علي جمعة، قل الأستاذ الدكتور علي جمعة. الأستاذ الدكتور علي جمعة. أنا أخطأت بس أنا دائما ألقبه بالدكتور علي جمعة. أنا آسف إن أخطأت أو ذكرت عشان وقتنا، لكن أنا عاوز حضرتك تكلمني الدكتور علي جمعة وموقفه من الثورة. قل الأستاذ الدكتور علي جمعة. الأستاذ الدكتور علي جمعة قال والله يا دكتور نجار من الثورة. أيوة. طيب الوقت أنا عايزة أقول إن الموضوع الحقيقة يعني الوقت مش هيكفي